إنها العطلة الصيفية. سامر والآخرون منهمكون في التدريب، فبعد أن شاركوا في الأدوار المؤهلة لبطولة المدارس العليا أقاموا معسكر تدريب وراحوا يتدربون كل يوم. ولكن يا للأسف التدريب شغلهم عن واجباتهم المدرسية. سامر، أما انتهيت؟ لا. أنت توقف عن النقل عن سامر وقم بكتابة واجباتك وحدك. سأنقل وأنت انتقلي من هذا المكان. هذا هو القانون الذي يهتم بمجمل القواعد. الآن فهمت. شكرا لك على المساعدة. ألا تخجل من نفسك؟ نقلت كل شيء طبق الأصل. هدوء. حاضر. شباب، سامر انظر هنا. يقول إن الينابيع احتل المرتبة الثانية في بطولة المدارس العليا، بعد أن خسر الينابيع أمام فريق مدرسة شهاب العليا احتل مرتبة الوصيف. سمعت بهذا الخبر. صحيح؟ أسمعت به؟ مع الأسف. لم نفز، ولو استطعنا هزيمة الينابيع يومها لكانت صورنا تملأ صفحات الجرائد الآن. لا يهمك سوى الشهرة والظهور على صفحات الجرائد؟ على كل لدينا فرصة أخرى في الدورة الشتوية. أجل، نأسف لأننا جعلناك تقضين يوم العطلة بمساعدتنا لحل الواجبات. لا داعي للأسف. لولاك لما أنهينا واجباتنا المتراكمة. آنسة، سنذكر صنيعك لنا. إياد، مرحبا، ماذا تفعل هنا؟ إنني أراقب. إنكم تلعبون جيدا، هيا تابعوا. سليم انتبه. أنت بخير؟ من تجرأ على هذا؟ أحسنتم يا أولاد. كيف تجرؤ؟ انظروا، أليس ذاك ماهر؟ أخبرني يا ماهر، قل لي ما الذي أتى بك إلى ملعب مدرستنا؟ هل تريد أن تجرب ركلة جزاء؟ سدد نحوي فأنا مستعد هكذا لصد ركلتك. ماذا؟ هل هو جاد؟ على حد علمنا أنت مهاجم، فمنذ متى صرت حارس مرمى؟ منذ هذه اللحظة. تغطي عينيك بعصبة؟ تستخف بي؟ حسناً، سترى، لن تلوم إلا نفسك. جيد، لقد كانت لديك عدة خيارات أخرى يا ذكي، غير أن ترسل الكرة إلى أحضاني. يا لك من متعجرف. سليم، دعه لي. حسناً، خذ. أيعقل هذا؟ كيف استطاع الإحساس بمسارها؟ هل انتهيتم الآن؟ هذا ممل جدا. ماذا؟ إننا نحملك مهمة التسجيل في المرمى. هيا هيا. حسناً، أنا أنتظرك. تبدو أقواهم أيها الشاب الطويل. سدد بكل قوتك. لك ما تريد.
إلى أين سأسدد؟ ها هي، لقد فعلتها. كنت واثق. أحسنت. ممتاز، كانت ركلة قوية جدا. هذه الركلة سلاح قوي قد يهزم فريق الينابيع. من أنت وما هو اسمك؟ أنا اسمي بيان مهران، واللاعب ماهر هو أخي التوأم. إنك تشبهه. أنت بارع جدا في حراسة المرمى، تمتلك جسما مرنا وطولا مناسبا يؤهلك للحراسة. أظنك لا تختلف كثيرا عن سامر. ها؟ هل أنت حارس مرمى حقا؟ ألست مهاجما؟ لا أفهم لما لا تلعب مهاجما. لديك ما يرشحك لذلك، تلك التسديدة. كانت محض مصادفة لا أكثر. إذا تنازلت عن موقعك في حراسة مرمى الفريق ولعبت في الهجوم فستصير قوة فريق الكمال أكبر. ما الذي تقوله يا هذا؟ سأنتسب في الغد إلى مدرسة الكمال. ولكن لما لا تلعب في الينابيع إلى جانب أخيك ماهر؟ لأنني لا أحب فريق الينابيع. أصبت. سامر، تنازل له عن موقعك في الفريق. هذا غير ممكن، مستحيل. إياد، ماذا تقول؟ اسمعوني، من المتوقع أن أجري عملا جراحيا لمعالجة ركبتي، وقد أغيب مدة طويلة عن الفريق، وفي غيابي سيكون خط وسطنا خاليا. سأوكل إليك مهمة قيادة الفريق ريثما أعود. إنني أثق بك كثيرا. إياد، هذا عين العقل. أنت الأجدر بقيادة الفريق، شأنك شأن إياد. لم يخطئ إياد عندما اختارك لهذه المهمة، ومن جانبنا نثق بك وبقدراتك. هيا كلنا نريدك قائدا للفريق. ولكن لم ألعب قط بعيدا عن المرمى. لا تفكر في الأمر كثيرا، إنه عادي. الخطوة الأولى تكون صعبة دائما يا صديقي، فإن خطاها المرء بشجاعة هان عليه ما بعدها. سامر، أنا أعتمد عليك. حاضر. حسنا يا سامر، دع أمر حراسة المرمى لي. ما توقعت أن يأتي اليوم الذي يلعب فيه سامر بعيداً عن المرمى، فقد كان حارساً مذ كان صغيراً. مرحبا شباب. أهلا، أسجلت نفسك لدى الإدارة؟ أجل، فعلت وأنا سعيد جدا. ابتداء من اليوم أنا طالب في الكمال. صحيح، ذكرتني. أين درست قبل اليوم؟ بيان، هل تراك درست في الخارج من قبل؟ نعم، عامين في البرازيل. هذا رائع. هذا تفسير لمهارتك. لا غرابة إذا ما كنت في البرازيل. بالمناسبة، في الغد لدينا مباراة ودية. ماذا تقول؟ ضد من؟ فريق السعادة، وقد رتبت لذلك. فريق السعادة؟ إنه قوي جدا.